الجزائري الذي اعتقل على خلفية قضية جنحية هنا بمدينة الرباط. نخبر مشاهديكم ومتتبعيكم بأن هذه القضية تتعلق بمتابعة شخص جزائري الجنسية كان قد قدم إلى المغرب من أجل تشجيع المنتخب الجزائري في إطار فعاليات الكان أو كأس إفريقيا هنا بالمغرب، والتي تتم أو تستضيف فعاليته دولتنا بكل حنكة وبكل كفاءة. هذا الجزائري قام بأفعال اعتبرتها النيابة العامة أفعال مجرمة قانونا وفقا للقانون المغربي، قانون الجنائي المغربي، وفعلا تم تقديمه أمام السيد وكيل الملك هنا بابتدائية الرباط، الذي قرر متابعته وفق القانون الجنائي المغربي، وتحديدا مقتضيات المواد 483 من القانون الجنائي التي تنص على معاقبة الفعل المتمثل في الإخلال العلني بالحياء، وأيضا تابعه بمقتضيات المادة 308.5 من القانون 0909 المتعلق بالتظاهرات الرياضية أو بالأفعال الإجرامية المتمثلة في العنف أثناء المباريات الرياضية أو أثناء انعقاد، بالتحديد انعقاد المباريات الرياضية أو بسببها. وبالتالي فالاستنطاق ديالو أمام السيد وكيل الملك أسفر عن تأكيده الأفعال المنسوبة إليه، والتي صرح بها أمام الضابطة القضائية، بحيث صرح في محضر رسمي أمام السيد وكيل الملك حسب ما بلغني على أنه صرح بأنه بالفعل يعترف بالأفعال التي أقر بها أمام الضابطة القضائية، وصرح بالحرف على أن السب والقذف كان يوجهه للجمهور أو الأشخاص سواء كانوا مغاربة أو من جنسية أخرى. وبالتالي السيد وكيل الملك المحترم هنا بابتدائية الرباط قرر إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي، وإيداعه بالتحديد في سجن العرجات 2، و